تعرفوا ليش احب السفر؟ لأن السفر طور فيا أهم حاجتين أنا أشوفهم من منظوري الشخصي. أول حاجة هي إنك تعرف إنه في قبائل، في شعوب، في ثقافات غيرك، المفروض إنه أنت تتقبلها وتتعايش معها وتشوف في الشيء الإيجابي منها وتاخذه وتستفيد منه، تطبيقا لقول الله تعالى: وخلقناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. أنت تحاول تستفيد من الناس، تعرف، تشوف الثقافات هذه والشعوب هذه ليش نجحت، إيش كانت مفاتيح النجاح فيها. الحاجة الثانية الصراحة إن طورت فيها موضوع القري. بدأت بحاجات بسيطة، بدأت بكيلو بس. اليوم الحمد لله أنا وصلت إلى 7 كيلو قري والحمد لله الحمد. وإن شاء الله النية أوصل إلى 20 كيلو قري متواصل لشارك في الماراثون في العام القادم. أتمنى أنها الآن هي طبعا عادة، أتمنى أنها تتحول إلى أسلوب حياة. صدق الإمام الشافعي حينما قال إيش؟ والأز لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصبي، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطبي.